صوت الهجرة، فضاء إذاعي مفتوح على الجالية المغربية في هولندا. صوت الهجرة تقدمه مؤسسة التواصل للثقافة والإعلام. صوت الهجرة أفق للتواصل بين المواطنين في هولندا ووطنهم الأم. صوت الهجرة فضاء لمناقشة القضايا السياسية والثقافية للمجتمع المغربي في علاقته مع أبنائه بالخارج. ترقبوه دائما على أمواج إذاعة RTV من إترخت على موجة FM 103.4. إعداد وتقديم بن يونس بكاني. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الكرام، مرحبا. موضوعي اليوم طبعا في إطار السينما المغربية، السينما المغربية والمركز السينمائي المغربي. يعني واحد أعداد ديال المستمعين المشاهدين المتتبعين كيعرفوا الآن على أن يعني من بعد البرامج اللي قدمتها في الإطار ديال السينما المغربية، من بعد المهرجان ديال طنجة، المهرجان الوطني للفيلم، وكذلك بعد مهرجان العيون للفيلم الوثائقي، وقلت أنا ذاك على أن المركز السينمائي ما زال ما عندوش مدير، يعني عنده مدير أو مدراء بالنيابة، يعني 3 ديال المدراء بالنيابة لحد الآن، وقرابة يعني 2 هذا المركز بدون مدير. طبعا هو إشكال يعني لا يخدم الصناعة السينمائية المغربية، ولا يخدم المركز السينمائي المغربي، ولا المهتمين بالشأن السينمائي في المغرب. هذا واقع وخصو يتقال. ولكن اللي بغيت نهضر عليه اليوم وهو يعني إقالة إطار يعني مهم في المركز السينمائي المغربي، اللي هو السيد طارق خلمي، من بعد واقعة العيون. يقال على أن في العيون كان هناك فيلم لم يرضي قبائل الرقبات، وجاء في الفيلم ما جاء، ثم كان السي طارق خلمي من بعدها يعني كبش فداء ديال هاد الطريقة هذه اللي كانت في العيون، أو هاد يعني هاد الحالة اللي وقعت في العيون. لكن يعني هذا الأمر هذا ما نظنش يعني أو غير يعني مقبول باش يكون شي خطأ، والأخطاء تكون في الأفلام، يعني الصناعة السينمائية فيها أخطاء، باش يعني موظف من نوع يعني طارق خلمي، واللي كيشهد الجميع على أن كان دائما الأذن الصاغية لخدمات المهنيين ولصناع السينما وكذلك المهرجانيين إلى غير ذلك. فالسيد كانت عنده علاقة جميلة مع الكل، ويشهد الكل على أن السيد يعني كان دائما رهن إشارة الإخوان والأخوات باش يقدم لهم الخدمات اللي كتهمهم. لكن بعد 3 أيام على يعني أزمة مهرجان العيون للفيلم الوثائقي، أقيل السيد طارق خلمي من طرف المدير بالنيابة اللي هو السي السعيدي، واللي الآن هو يعني الكاتب العام للمركز السينمائي المغربي، وهذا هو يعني المنصب اللي كان يشغله قبل. فبعد هذه الحالة وهذه الأزمة، فالسي السعيدي رجع للمكان ديالو كالكاتب العام للمركز السينمائي المغربي، ثم عين مدير آخر ثالث بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، ولحد الآن لم يعين يعني أو لم يفتح يعني الترشيح لهذا المنصب ديال مدير المركز السينمائي المغربي. طيب، هذه الحالات ديال يعني هل يقال إطار 3 أيام على من بعد ما كذلك يرجع المدير بالنيابة إلى منصبه؟
فالسيد الوزير اجتمع نهار 6 مع الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية وواحد التنسيقية ديال المهنيين إلى غير ذلك، ولكن ما خداوش في هذا الأمر هذا، وتذكروا على المركز المغربي السينمائي، ولكن ما تذكروش على الحالة ديال السي طارق خلمي. فحسب الاستطلاعات اللي قمت بها أنا والقراءات في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، فالكل يجمع على أن السي طارق خلمي رجل المهنة ورجل بامتياز، فلعل وعسى زعما المدير أو حتى الوزير، يعني الوزير اللي مسؤول على القطاع، يشوف هذه الوضعية هذه ويقاد الأمور ويرجع المياه إلى نصابها وإلى مجاريها وإلى عيونها، ويقفل هذا الملف ديال السي طارق خلمي. يعني هذه التفاتة منا كبرنامج، نود أن نكون صادقين عند أصدقائنا وعند من يحبنا ومن يعني نكن له كل الحب والإخلاص، وهذا هو احنا هكذا دايرين. فطبعا لا نعتدي على أحد ولا يعني نظلم أحد في هذه البرامج، بل نتمنى أن كل واحد يعني يقوم بالدور ديالو حتى تكون الصناعة السينمائية بالمغرب صناعة جميلة، صناعة رائعة، وحتى يكون السينمائيين وصناع السينما في المغرب يعني في أحوال جيدة، وهكذا حتى كذلك يكون الفيلم المغربي ساطع في أوروبا وغير أوروبا، وحتى كذلك نعطي إشعاع للسينما المغربية ولمن يخدم السينما المغربية. إلى اللقاء.